أوقات في الحياة بنمشي وبنفتكر إننا ماشيين صح، مش بنسأل ومش بنفكر، وبنعدي كل حاجة كأنها عادية. بس في لحظة بتكسر كل ده، لحظة واحدة بس بتقلب كل حاجة. أنا فاكرة اليوم ده كأنه امبارح، ما كانش يوم مختلف ولا كان في حاجة مميزة، بس حصلت حاجة صغيرة وكلمة اتقالت لي كانت بسيطة لكن وجعتني، مش عشان الكلمة نفسها بس علشان صحتني على حقيقة أنا كنت بهرب منها من سنين. الحقيقة إني كنت تايهة، عايشة علشان أرضي كل الناس وأنسى نفسي، وبضحك علشان أبان قوية بس من جوايا كنت منهكة. كنت بخاف أكون لوحدي وبخاف أكتر أواجه نفسي. الكلمة دي كانت البداية، بعدها بدأت أسأل هو أنا بعمل إيه؟ وليه كل حاجة بتتكرر؟ وليه كل مرة بفتكر إن دي نهايتي؟ واكتشف إنها كانت مجرد بداية. ساعتها فهمت إن التغيير مش بيجي من راحة، التغيير بيجي من وجع، وإنك لازم توصل للحظة تعب حقيقي علشان تقرر تقوم. بدأت أغير شوية بشوية، واتعلمت أقول لأ، واتعلمت أحمي طاقتي، وأخدت بالي من روحي قبل ما أفكر أكون كويسة في عيون الناس. الطريق ما كانش سهل ولسه مش سهل، بس على الأقل دلوقتي أنا ماشية فيه بوعي مش بتوهان. يمكن وانت بتسمعني دلوقتي تكون بتمر بلحظة شبه دي، يمكن بتحس إنك تايه أو مضغوط أو مكسور، بس صدقني اللحظة اللي وجعاك دلوقتي ممكن تكون هي نفس اللحظة اللي هتبدأ منها تغيير. متخليش الألم يكسرك، خليه يعلمك، خد منه رسالة وافتح بيها باب جديد في حياتك. دي كانت حكايتي، وكل حلقة هنا هنتكلم عن نقطة تحول، عن قصة، عن وعي، عن شفاء. استنوني الحلقة الجاية، وحاولوا النهاردة تسألوا نفسكم أنا محتاج أبدأ أغير إيه. شكرا إنكم سمعتوني، دي كانت أول خطوة، وكل خطوة بعدها هتبقى أقرب لنفسك.